اكتر حاجه بحبها في رمضان هو العرقسوس. ايوه انا قلت العرقسوس عشان الناس ما بتحبوش، والسوبيا. اكادوا من فرط الجمال، فرط الجمال ادوبوا. هاي ازيكم يا جماعه، انا ايه، والنهارده حلقه السوبيا. وبما اننا بنحب نخترع اختراعات في البرنامج بتاعي، فاحنا حلقه النهارده هنجرب صوبيا بالفراوله من عند الراجل بتاع العصير، وهنجرب صوبيا بالفراوله انستنت بودره. انا شخصيا حد ما بيحبش يعك خالص في الصوبيا. انا بشرب الصوبيا عادي جدا، نحط عليها شويه جوز هند. سمعت بقى ان في كميه ميكسات عند بتاع العصير مش طبيعيه، غير طبعا احنا عارفين القصب والليمون والقصب والبرتقان، ده في بقى كمان صوبيا بالمانجا، صوبيا بالفراوله. اي صوبيا الواحد عايز يشربها موجوده. اول مره في حياتي اسمع عن الموضوع ده، ولما اتقال لي ان الصوبيا بيتحط عليها انواع مختلفه فاكهه قلت اجربها. يلا نجرب دي يا جماعه. الصوبيا من عند بتاع العصير، تمام. طبعا باين فيها الفراوله مش مضروبه جامد، وانا عامه بحب اشرب العصير بتاعي يبقى فيه كده حتت عشان الواحد يبقى بيشرب وبياكل في نفس الوقت. فيلا نجرب ونشوف. ده يا جماعه عصير فراوله باللبن عادي. بالنسبه لي مفيش صوبيا خالص في المشروب ده، مش عشان حاجه بس عشان الفراوله لما بتتحط على اي حاجه بتبقى طاغيه عليها. احنا هنعمل دلوقتي الصوبيا اللي هي البودره، وهتشوفوا المفروض بيتحط معلقتين بس، يعني اعتقد لو زودنا على الصوبيا شويه ممكن الطعم يبقى مختلف. تحفه، بس يعني مش صوبيا بالنسبه لي. اللي بعده، بما اننا يا جماعه جربنا الصوبيا الفريش اللي بالفراوله من عند الراجل بتاع العصير، لقينا دي بقى في السوبر ماركت وقلنا نجرب هي طعمها حلو زي الفريش ولا لا. لحظه كده قصب وبعد كده نرجع تاني. تحفه. بعد ما عملنا حركه العرقسوس اللي بتتعمل في الشارع، دلوقتي يا جماعه هنجرب نعمل صوبيا بالفراوله مع عادي لبن. المفروض هنحط معلقتين صوبيا بالفراوله. الحته حلوه جدا بس انا مش شامه فراوله، بس اللون فراوله خالص. اعتقد لما هنقلب بقى نحط معلقتين ونقلب هيخلي المشروب يبقى لونه احمر. يعني ازود معلقه، احنا ورانا حاجه، هي فلوس ابويا. يلا نقلب بقى. حاسه ان انا بقلب ميلك شيك فراوله خالص. اللون اتغير بس ما اتغيرش يعني مش زي الصوبيا اللي بنجيبها من عند الراجل بتاع العصير. خلاص كده. طبعا يا جماعه اللي انا اعرفه ان امي لما بتعمل صوبيا بتقعدها بقى في التلاجة ونقعد نتسحل ونسيبها تتنقع. طبعا احنا ما عندناش وقت الحاجات دي. المراه العامله المجاهده المفلحه اللي زيي بتقلب وتشرب على طول. فخلينا نشوف بقى دلوقتي. لا والله حلو، مش مثلا دلعه او مسكره. صوبيا بس ما فيهاش ريحه الفراوله، يعني دي فراوله قوي، دي ما فيهاش فراوله خالص. اللي عايز يشرب صوبيا بالفراوله يجيب الصوبيا بالفراوله من عند الراجل عادي جدا ويخلطها في الخلاط، لان دي بالنسبه لي صوبيا عاديه جدا ما فيهاش بربع جنيه فراوله. بس الحلو يا جماعه في الصوبيا اللي بتتحضر دي انه دي العلبه 300 جرام وب 30 جنيه بس. احنا ممكن نقعد في رمضان نعمل بقى ايه صوبيا لحد ما نتهري. طيب يا جماعه دلوقتي احنا حاطينهم جنب بعض كمقارنه. انتوا شايفين دي طبعا اكيد اللي فيها الفراوله الحقيقيه الفريش، ودي الصوبيا العاديه. قولوا لي بقى بالنسبه لكم نفسكم تجربوا انهي واحده. يلا اشوفكم الحلقه الجايه.